اهلا بيكم في كلام الهام. احيانا بنحس ان احنا الدنيا ملخبطه معانا كده، وان في حاجات كتير جدا فوق دماغنا عاوزين نعملها وما عملناش اي حاجه منها، واليوم يعدي ويمكن يومين ثلاثه واحنا برضه عندنا الاحساس الفظيع ده ان كان ورانا حاجات كتير وما عملناش الحاجات دي، وان احنا بقى بنضيع الوقت ويبتدي الاحساس بالذنب يزيد ويزيد عندنا. طيب احنا عاوزين نحس ان احنا بننجز حاجه في الوقت بتاعنا ده، وان مش كله بيضيع علينا ولا اي حاجه، وان حكايه ان احنا بنضيع الوقت ده ممكن تكون في دماغنا احنا بس. طيب يا ترى ايه اللي ممكن نعمله عشان يساعدنا ان احنا نتخطى النقطه دي اللي هي الاحساس بالضياع ده، وان احنا وقتنا كله ضاع من غير ما نستفيد منه؟ انا اقول لكم حاجتين مهمين جدا وبيفيدوا قوي في الاحوال اللي زي دي. اول حاجه محتاجين ان احنا نعملها ان احنا نعمل لستة بالحاجات اللي مطلوب مننا نعملها في اليوم ده. يعني عندنا مثلا 5 أو 10 حاجات مطلوب مننا ان احنا ننجزها، نجيب ورقه حلوه كده ونكتب 1 2 3 لحد 10. طيب بعد كده هيبتدي اليوم بتاعنا ونبتدي نشوف حالنا بقى وبنعمل ايه. خلص اليوم، نيجي في اخر اليوم نمسك الورقه دي ونبتدي نعمل دايره على الحاجات اللي احنا بالفعل انجزناها. من هنا هيبتدي يجيلنا احساس بالرضا، لان احنا لو بصينا على الورقه دي هنلاقي ان فعلا حاجات كتير قوي عملناها كانت مطلوبه مننا في اليوم ده وانجزناها فعلا. مثلا في الليسته دي نكتب هنعمل كذا ايميل النهارده، هنتكلم مع الشخص الفلاني، انا هصور حاجه معينه، هقرا كتاب معين. الحاجات دي كلها مفروض بالنسبه لي اهداف انا عايزه اوصل لها. زي ما قلنا بنعمل الدايره، نكتشف بقى في اخر اليوم كام من الاهداف دي اتحققت بالفعل. هنلاحظ برضو غالبا ان في حاجات قليله من الليسته بتاعتنا لسه محققناهاش، يعني يمكن الوقت عدى مننا وما قدرناش نحقق كل حاجه، بس لسه في المقابل في حاجات كتير جدا اتغيرت. ده هيدينا احساس بالسعاده كده والرضا عن النفس، ونبتدي نبص لنفسنا بشكل ايجابي شويه، ونعرف ان احنا مش فاشلين تماما يعني، وان احنا بالفعل عندنا حاجات ممكن نعملها. طيب ايه الضرر ان احنا ما نعملش الليسته دي؟ زي ما قلت في الاول، التوهان بقى. حتى مهما انجزنا مفيش فايده، احساسنا الداخلي بيقول لنا ان احنا ما عملناش حاجه، لان مفيش حاجه ملموسه. معظمنا لازم يشوف حاجه ملموسه قدامه عشان يحس ان هو بالفعل عمل حاجه. الحاجه الملموسه دي هي الليسته المكتوبه والحاجات اللي احنا علمنا عليها ان هي اتعملت. احساس الرضا بالنفس ده هو اللي بيخلينا بعد كده نكمل ونحسن من نفسنا اكتر. والحاجات اللي كنا بنعملها مثلا 5 حاجات، المرة الجاية هتبقى 10، لان احنا بقى جوانا بالفعل احساس بالرضا عن النفس وان احنا ممكن نعمل اكتر، وده هيدينا دفعة لقدام. تاني حاجة مفروض نعملها علشان نحقق اهدافنا دي ان احنا نبقى واقعيين. يعني ايه؟ يعني ما نجيش مثلا نحط 50,000 حاجة في اليوم في الليستة دي ونقول هنعمل كل ده النهاردة، النتيجة ان احنا بنعمل 3 أو 4 وما نقدرش نعمل الباقي خالص. ما هو مفيش وقت، احنا زنقنا نفسنا في وقت قليل مع حاجات كتير قوي. الطبيعي ان احنا نحدد الوقت اللي مناسب بالنسبه لنا عشان نعمل فيه الحاجه دي، وقد ايه الوقت ده. يعني مثلا انا يومي بيتقسم لكذا وكذا وكذا، الوقت الفاضي عندي اللي المفروض انجز فيه الحاجات دي مثلا 4 ساعات، يبقى اشوف كل مهمه من اللي انا حطاهم دول هياخدوا كام من ال4 ساعات دول. ومن ضمن نظرتنا المنطقيه والموضوعيه ان احنا نعرف ونتاكد ان احنا مش روبوت، احنا بني ادمين، يبقى اكيد عندنا وقت لازم نشيله كده من وقت المهام اللي احنا عاوزين نعملها للاكل، لان احنا نقعد كده باصين في السقف وما بنعملش اي حاجه. محتاجين ان احنا نفصل، احنا بني ادمين. كل ده نعمل حسابه في الوقت اللي احنا محددينه عشان نحقق فيه الاهداف بتاعتنا. نشيل الوقت اللي هنستقطعه ده ونقسم بقيه الوقت على بقيه المهام اللي عندنا. من هنا هيبقى فيه نتيجه ملموسه للانجازات اللي احنا عاوزين نعملها. ما كنتش بقى فاكر ان انا سوبرمان وحطيت 30,000 حاجه عايزه اعملها في وقت قد كده بس. يعني طبعا مش هيحصل الكلام ده، لان احنا زي ما قلت بني ادمين. تقسيم الوقت مهم جدا جدا. لو اتبعنا النقطتين دول كتير من مشاكلنا المتعلقة بعدم الانجاز دي هتتحل، وكتير من مشاكلنا المتعلقة بنظرتنا لنفسنا وقدرتنا على الانجاز هتتحل برضو. هنعرف ان احنا عندنا قدرات كتير بس احنا اللي مش عارفين نرتبها صح، وهنعرف ان احنا عندنا نظرة موضوعية لنفسنا وعارفين ان احنا بني ادمين وان احنا مش آلات وعندنا قدرات معينة لانجازاتنا. ده هيساعدنا اكتر برضو ان احنا نطور من نفسنا. واتمنى ان انا اكون فدتكم، واي حاجه قلتها دلوقتي تكون ساعدت ولو واحد منكم. واستنوني في الحلقه الجايه من كلام الهام.